هتشرب 10 سجاير غصب عنك لو دخلت فيلم في السينما. معلومه طبيه رقم 173. ممنوع التدخين في السينما بس الهواء اللي جوه السينما فيه كل الشوائب اللي موجوده في دخان السجاير، وده بسبب الناس المدخنين اللي بيدخلوا السينما عشان بيبقى على هدومهم شوائب السجاير اللي هم بيدخنوها. ودي تجربه تحت الميكروسكوب عملها صديقي عبد الله للبس واحد مدخن عشان تثبت ان شوائب السجاير بتتعلق في الهدوم، والشوائب دي بتطير من على هدومهم في الهواء او بتقع على الكراسي جوه السينما، والناس اللي في السينما بيستنشقوا الشوائب دي، والشوائب دي بتبقى اكتر لو السينما فيها شباب كتير عشان بيبقى اغلبهم مدخنين او بيقعدوا على القهوه وهدومهم بتبقى مردومه سجاير. فكده الناس اللي بتحضر معاهم الفيلم متوقع ان هم يستنشقوا شوائب بتعادل 10 سجاير. عشان كده خلوا بالكم، اللي بيدخن مش بيضر نفسه بس، ده بيضر كل اللي حواليه وخاصه عيلته. ولو انت بتدخن ومش قادر تبطل تدخين، يستحسن اول ما ترجع البيت ما تلمس اي حد من افراد عيلتك وتقلع هدومك وتغسلها وبس كده. انا